ولسانه. ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين وحافظ الإسلام صاحب فتح الباري في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 100 المجلد الأول حين ترجم لابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية الحراني ترجم له. ماذا قال؟ قال: وافترق الناس فيه على أقسام، ومنهم من نسبه إلى النفاق. العلماء مش العامة طبعا، افترق العلماء فيه. منهم من نسبه إلى النفاق. لماذا؟ ابن تيمية شيخ الإسلام ينسب إلى النفاق يا ابن حجر، لماذا؟ قال: لأنه قال في علي ما سبق. وقبل صحيفة في الصفحة السابقة إيش قال ابن تيمية؟ قال: علي أخطأ في 17 مسألة وخالف فيها نص الكتاب. ما شاء الله، جراءة عظيمة. الآن طبعا يستغربون من جراءتنا كيف ننقل، مش نبتدع الكلام، ننقل هذا الكلام المكتوب لابن حجر في ابن تيمية. يستغربون من هذا. لماذا تنقل هذا؟ ما قصدك؟ ما تريد؟ يغضبون جدا، كأنه شيخ الإسلام هو نبي الإسلام وليس شيخا من مشايخ الإسلام. طب هو خطأ عليا وفي 17 مسألة، يظن أنه يستطيع أن يفهم عليا. شيء عجيب. في 17 قال خالف فيها نص الكتاب. ما شاء الله عليه، ما شاء الله، علم قليل يخالف النص الواضح في القرآن في 17 مسألة. الله أكبر، دعوة غريبة جدا هذه من شيخ الإسلام. قال: ولأنه قال فيه إنه لم يزل مخذولا حيث ذهب. أستغفر الله العظيم. في علي، نعم، قال مخذول، هذا عبد خذله الله. الله أكبر. كما تدين تدان. هذه الكلمة العظيمة أيها الإخوة جازاه الله بها في الدنيا قبل الآخرة. ابن حجر الهيتمي أحد أئمة الشافعية توفى سنة 974، ابن تيمية 728. شوف بعد كم. سئل عن ابن تيمية فقال: عبد خذله الله فأصمه وأعماه وحكم عليه بالكفر كفره. في الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي كما تدين تدان. تتكلم هذا في أبي الحسنين في علي، تقول: لم يزل مخذولا حيث ذهب. وقال فيه أيضا مسائل 7 و8 أيها الإخوة إنه طلب الخلافة مرارا. رجل متشوف في الخلافة بده منصب علي. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، الله أكبر. طلب الخلافة مرارا فلم ينلها. وقال فيه أيضا والعياذ بالله إنه كان محبا للرياسة. وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان محبا للمال. يا ابن تيمية ما هذا؟ عثمان يحب المال الذي أعطى معظم أمواله لله ورسوله، يحب المال. وعلي محب الرياسة، قال علي يحب الرياسة وعثمان يحب المال. ثم غمز إسلامه من وراء إسلام علي، وهو أول الناس إسلاما. النبي قال لفاطمة: زوجتك أولهم إسلاما، أو قال أقدمهم إسلاما. قال: وعلي أسلم صبيا، وأبو بكر أسلم شيخا أو كهلا، وإسلام الصبي لا يقبل في قول. أستغفر الله العظيم. ماذا تريد من هذا يا ابن تيمية؟ يعني تريد غمز إسلام علي. قال حافظ ابن حجر: فمن أجل ذلك وطبعا تكلم أيضا في حديث خطبة علي لبنت أبي جهل، وكأنه شنع عليه بذلك، شنع على علي، كلام فيه شناعة على علي. ابن تيمية أتى به شناعة على علي. 7 مسائل هذه. قال: فلأجل ذلك نسبوه إلى النفاق. قالوا ابن تيمية هذا منافق، لقول رسول الله في صحيح مسلم لا يبغضه يعني علي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال الذهبي كما ينقل حافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: ومن ثم نسب أصحابه إلى الغلو فيه، واقتضى له ذلك العجب بنفسه حتى زهى على أبناء جنسه واستشعر أنه مجتهد، فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم، قويهم وحديثهم، حتى انتهى إلى عمر فخطأه في شيء، فبلغ ذا الشيخ إبراهيم الرقي فأنكر عليه، فذهب إليه واعتذر واستغفر، وقال في حق علي رضي الله عنه: أخطأ في 17 شيئا، ثم خالف فيها نص الكتاب. يعني سيدنا علي أخطأ في 17 مسألة ادعى ابن تيمية، وأنه خالف فيها نص القرآن الكتاب، منها اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين، وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى أنه سب الغزالي. طيب أوكي، دقيقة،
إذا هو الآن لا فاهم كمل. ضلت إذا انتبه، إذا النقطة الثالثة أنه كان متعصبا لمذهب الحنابلة وأنه انتقص سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا علي. طيب. وخطأهم، يعني كان عنده ثقة كبيرة بنفسه بالضبط. وسب الغزالي. طيب. سب هذا كلام الذهبي. طيب. اللي ما ذكره أخونا عدنان. طيب. وافترق الناس فيه شيعا. بعدين قال ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم، ولقوله إنه كان مخذولا حيث ما توجه سيدنا علي، وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة، ولقوله إنه يعني سيدنا علي كان يحب الرياسة وأن عثمان كان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبي والصبي لا يصح إسلامه على قول. وكان إذا حوقق وكان بس ظلت كلمة وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أردها. عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن العباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم، فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه، قال فأرسل إنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله 4 من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد. هذه الملائكة التي تحمل الله سبحانه وتعالى. المعلق الشيء هذا محمد خيل هراس، وهو من الذين يثني عليهم الشيخ بن باز، في بعض كتبه كان يوصي بقراءة شرحه على الواسطية. يقول لعل ابن عباس أخذ رأيه هذا من كعب الأحبار، فقد كان كعب يقول إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد. يعني كعب يعني موسى عبد الله بن عباس عقيدته شوية فيها، وهم يقول بعدهم ما يؤذي الصحابة، يقول انهم يحترموا الصحابة. الصحابة عندهم عقائدهم يأخذونها من التوراة. أيضا ابن خزيمة هم يقول نحن عقيدتنا عقيدة السلف، ما يقولوا كذا، يقولوا سلفية ونأخذ عقيدتنا من السلف. هذه مسألة السلف دي على الكيف، يعني لما تجي موافقة على رأي كذا توافقهم أخذوا بها، لما تخالفهم لا، طرحوا كلام السلف عرض الحائط. مثل قول لا تدركوا الأبصار ادرك الأبصار، السيدة عائشة من السلف، لا تدركه أي لا تراه، طرحوا كلام السيدة عائشة. هنا قال 3 من تحدث بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. انزعج ابن خزيمة من قول السيدة عائشة فقد أعظم على الله الفرية، انزعج، فرد على عائشة ايش يقول؟ قال قال اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس، اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة ما عائشة نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلى من ابن عباس، نقول عائشة الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله عالمة فقيهة، كذلك ابن عباس رضي الله عنه وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء والمسمى ترجمان القرآن، وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن بعض معاني القرآن فيقبل منه، وإن خالفه غيرهم من هو أكبر سنا منه وأقدم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها، والعلماء
لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء يعلم السيدة عائشة إيش تقول إيش ما تقول، يعلمها يقول ما ينبغي إيش تقول كذاك. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرء تلك السنة، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله؟ يرد على السيدة عائشة بن خزيمة، فكيف يجوز، يعني لا يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من أثبت شيئا لم يبينه كتاب ولا سنة، فتفهموا هذا لا تغالطوا. هذا كلام موجه لمن؟ سيدة عائشة. ما عجبنا حتى كلام عائشة، تفهموا هذا لا تغالطوا. المعلق ايش يقول؟ يقول إن عذر ما رأم يقول عن ابن خزيمة يعني شيء، يقول انك انت اسأت مع السيدة عائشة. قال إن عذر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستعظم ذلك وتستنكره، ولهذا قالت لمسروق لقد قف شعري مما قلت، وليس من حق المؤلف أن يعلم أمه الأدب، فهي أدرى بما تقول منه. بس السد يعني يكفي. نعم، هذا تجاوز. يقولون احنا سلفية. طيب أين قول السيدة عائشة الآن ما وزن أنتم وأنتم تنتمون إلى السلف؟ قالوا بأن حديث استلقى ووضع رجلا على رجل هذه رواية ما صحيحة عند أئمتنا. هل فعلا ما صحيحة؟ صححوها ولا ما صححوها؟ ابن قيم الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية صفحة 127 ايش يقول؟ يقول روى الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. طبعا ابن القيم بتر هذا الحديث، ابن القيم بتر الحديث، لكن اللي يهمنا ان الحديث صحيح عنده ولا ما صحيح؟ صححه ولا؟ قال بإسناد صحيح على شرط البخاري، صححه ولا ما صححه؟ لكنه بتر، قال لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، ووقف عند هذا الحد. تكملة الحديث أوردها المحقق زائد بن أحمد النشيري، فقال عن ذا الحديث أخرجه القاضي أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات لأخبار الصفات عن أبي محمد الخلال، وقال الخلال إمام ثاني. ابن القيم صححه، والخلال إيش قال؟ قال هذا حديث إسناده كلهم ثقات، وهم مع ثقتهم شرط الصحيحين مسلم والبخاري. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير، ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين عن قتادة بن عمان، فذكر يعني الذي ذكره ابن القيم ذكره وزاد فيه، اسمع الزيادة، واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال إنها لا تصلح لبشر. هذا الحديث اللي صححه ابن القيم ويصححه الخلال، وصححه أبو يعلى الفراء كذلك في إبطال التأويلات صفحة 85، وقال بأنه على ظاهره، هذا الحديث على ظاهره، وأنه يجوز وصف الله بالاستلقاء بناء عن هذا الحديث. ضعفوا الحديث ولا صححوه؟ إن تبرأوا من ابن القيم وإن تبرأوا من الخلال
وتبرأوا من أبي يعلى وتبرأوا من العثيمين ترى صحح هذا الحديث أيضا. وأنا أخاف أن أطيل عليكم وإلا الكلام موجود هنا عندنا، هم أدرى ببضاعتهم. العثيمين صحح هذا الحديث، فإن تبرأوا من العثيمين والخلال وأبي يعلى وابن القيم وقالوا هؤلاء لا يمثلوننا، عند ذلك لكل حال حديث. لكن بما أن هؤلاء أئمة منهم فلا أقل من أن نقول بأن المسألة إيش؟ خلافية عندهم وخلاف عقائدي، والخلاف العقائدي من صفات أهل البدع.